المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم مره تانية. والنهارده في المهرجان زي ما احنا قلنا لكم سعداء الحظ في ملاعب اليد، وهنعمل لقاء مع رئيس نادي الزهور وصاحب المهرجان الجميل ده والتجمع. اكتر من 100 طفل النهارده لاعضاء الزهور مدينه نصر والزهور التجمع وبعض الانديه الثانيه هليوبلس والمقاولين ومدينه نصر والزمالك. بصراحه يوم جميل جدا، وبيسعدنا الحظ النهارده ان مع رئيس النادي كابتن سرنجاوي كابتن محمود السرنجاوي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا حضرتك. المهرجان ده يعني لك ايه؟ والله يعني انه انا ببص للسن ده لان جاي اتفرج النهارده كجد مش كرئيس نادي. يعني حفيدك هنا 3 دي مفاجاه. تمام. لانه احنا المحترفين وبنلعب ترجيح بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله، وانا عندي ثقه في الله في انه نادي الزهور هيكمل مسيرته، لكن بالقاعده العريضه اللي احنا بننشئها في النادي والعدد الكبير قوي من النشء واللاعبين في الاعمار السنيه المختلفه، انا بعتقد ان نادي الزهور قريب قوي هيبقى مصدر مش مستورد للكفاءات وللمواهب في لعب كره اليد. انا كنت عايز اقول لحضرتك عايز اعرف وعايز اعرف الناس وعايز اعرف كمان اعضاء نادي الزهور. محمود بيه، عملت ايه في الفتره القليله اللي انت مسكت فيها نادي الزهور؟ طلعت الزهور دوري محترفين، اول مره زهور يلعب في دوري محترفين كره يد، عملت قاعده من الناشئين في الناديين، عملتوا تطورات هايله في نادي الزهور التجمع. عملت ايه في الفتره القياسيه دي؟ انا عايز اعرف. الحقيقه بس انا موافق حضرتك في كل حاجه الا في تعبير عملت ايه، لان مش حد بيعمل حاجه لوحده. يعني تمام. انا اقول انا وكل اللي معايا قدرنا نحقق الحاجه المعتاده البسيطه من اي ناس بتحط ايديها في ايديهم بعض. تمام. سواء في كره اليد او في غيرها، اي حد يحط ايده باخلاص في ايد زميله لازم هيطلع منتج جيد. احنا هنا في نادي الزهور عشان عندنا قاعده كبيره جدا، احنا من الانديه الكبرى في مصر، لانه في الفرعين عددنا تجاوز نقول مثلا هناك 34 و7 52 اسره. لما تقول 52 اسره يعني 104 عضو عامل. 104,000 عضو عامل. ولو قلت متوسط الاسره دي 4 بتتكلم دخلت في نص مليون بني ادم. صح. يعني احنا بننافس اكبر 5-6 انديه في مصر. دي حقيقه. في العدد. دي حقيقه. وبننافس اكبر 3 انديه في مصر في المساحه. تمام. وبننافس واحنا اكبر نادي في مصر في عدد اللاعبات اللي فيها بطولات. النادي الاهلي كله كده بيشتغل في 16 لعبه، نادي الزهور 29 لعبه كلهم لعبات بطوله. دي معلومه اول مره اعرفها. 29 لعبه دي اول مره اعرفها. لا النادي الاهلي ولا نادي الزمالك ولا نادي الصيد ولا نادي هليوبوليس ولا اي نادي في مصر في العدد ده من لعبات البطوله الا في نادي الزهور. فاحنا استلمنا نادي الزهور ما استلمناهوش صغير، احنا مستلمينه صرح. كل اللي نقدر نقول ربنا كرمنا ان احنا حافظنا على الصرح. بس حضرتك طورت برضه، ده تواضع من حضرتك ان حضرتك يعني بصراحه بتنسب العمل لناس كتير. طبعا. بس انا اعلم جيدا لان انا ليا الشرف ان انا عضو مع حضرتك في النادي التطور اللي حضرتك عامله. اخر حاجه عايز اعرفها من حضرتك والناس في نادي الزهور كلها امل، لو الزهور قعد في دوري المحترفين هنقدر نعلي ميزانيه الدوري عشان ما نخشش في الهبوط تاني؟ ده بكل تاكيد. احنا ما هو اللي يقبل يحط نفسه في مصاف معين لازم كمان يبقى عم مجهز نفسه. المسائل ما بتمشيش بالتمني، ولا كمان طبعا الحماسه والرغبه في الفوز ده شيء مهم. انت راجل رياضي وتعلم، انما اللي اهم منه الاعداد. تمام. والحماسه ودي حاجه معنويه بتنتهي مع اول تخطيط سيء. تمام. مهما كنت حماسي حتى لا مع اول تخطيط هتغلب. صح. فالاعداد الجيد ده احنا عارفين انه اساسه وابوه واهله تمويل. صح. هي مش المساله فلوس بس، لان في انديه كتيره جدا معاها فلوس لكن ما عندهاش تخطيط استخدامها. ايوه ما عندهاش تخطيط. صح. يعني انك انت تحصل على اعلى معدل خدمه باقل مال ممكن، اللي هي المعادله الصعبه.
صح. انما سيبقى في الاول وفي الاخر المال هو اللي مطلوب. تمام. ربنا بيقدرنا طبعا برغم مصاعب النادي، وبرغم ان النادي ده عليه حمل كبير جدا في الخدمات، وبرغم ارتفاع الاسعار الغير مبرر ده كله، انما ربنا بيقدرنا ان احنا نقدر ندبر الموارد. انا قدام 80,000 عضو في ملاعب اليد، بشكر حضرتك على النجاحات اللي انت عاملها في نادي الزهور، وان شاء الله اعمل لقاء معاك تاني ان شاء الله يوم الاثنين بعد القعود في المحترفين ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.